الخير عليكم طلبة شباب مرحلة ثانوي، سواء انت في American دبلومة، سواء انت في ناشونال او قسم الحكومي العادي خالص، مفيش مشاكل. النهارده بنتكلم في فيديو ازاي تذاكر بيولوجي او ازاي تذاكر احياء. آه، ناس كتيرة يمكن بتبص للبيولوجي او بتبص للاحياء ان هي مادة حفظ، وده بسبب راجع لانه في كميه كبيره جدا 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 من المعلومات والرسومات، وهحفظ كل دوت وهعمل كل دوت وازاي وليه وعشان ايه ولا لا لا يا عم، ده الاحياء دي كلها دش، احفظها قبل الامتحان وروح ارمي الكلمتين في الامتحان وانتهينا وخلصنا. وبعدين يروح يلاقي نفسه داخل الامتحان حافظ ايه ده، انا مش عارف احل، انا مش عارف اقول الامتحان فضائي، الامتحان صعب. كل ده بيحصل، وبنلاقي ناس كتيرة جدا بتزعل من امتحان البايو، خصوصا شباب ثالثة ثانوي في ثانوية عامة. يمكن دي واحدة من الحاجات اللي احنا محتاجين نتكلم فيها النهاردة، ان احنا ازاي نذاكر بيولوجي. عندنا 7 خطوات ازاي نذاكر بيولوجي بصورة كويسة وصورة سليمة جدا، وصورة هتساعدك. ولكن قبل ما نبتدي خليني اقول لك، انت محتاج تشير الفيديو ده مع كل اصحابك اللي في مرحله ثانوي، سواء كانوا ناشونال، امريكان، جي، فرنش، جيرمان، اي حاجه. ذاكر مع كل شير الفيديو ده مع كل اصحابك، وصل الفيديو دوت لكل الناس عشان الفايده تقدر توصل لها. اول حاجه انت محتاج، واول نقطه هنتكلم فيها، هي ان انت محتاج تفهم، ما تحفظ. لو انت هتتعامل مع البيولوجي على ان هي حفظ، صدقني 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 هتتعب، وصدقني انت مش هتجيب النتيجه اللي انت نفسك فيها. والحفظ بيوصلك لنقطه معينه، ولكن هو مش بيوصلك لنقطه ان انت يبقى عندك critical thinking او تفكير نقدي للمعلومه. مش بيوصلك لنقطه انت ازاي تتعامل مع المعلومه وازاي تفهم المعلومه بصوره حلوه. وده يمكن المشكله الكبيره اللي موجوده عندنا، لانه اتاخد على مدار السنين اللي فاتت كلها. تمام، احفظ بيولوجي ادخل ارمي في الامتحان، احفظ بيولوجي ادخل ارمي في الامتحان، وده ما بيحصلش. تمام، البيولوجي مش كده خالص، البيولوجي محتاجه حفظ. تمام، والحفظ ده لازم يكون بفهم. فانت ما ينفعش تحفظ من غير ما تفهم، لا انت لازم تفهم. واوتوماتيكلي لما تفهم المعلومه انت هتعرف تحفظها بسهوله لان انت فاهم. آه، انت محتاج تفهم الكونسبت اللي موجود عندك او المعلومه اللي موجوده عندك دي جايه منين. يعني انت ما ينفعش ان انت تتعامل مع المعلومه، انا هحفظ واحد كذا، زي مثلا هقول احمد يزرع شجره، احمد يزرع شجره. يعني هو مش لغه هتحفظها بالتكرار، لا، دي معلومه علميه. لازم تفهم اصل المعلومه العلميه وجت منين، وازاي انت تقدر تطوعها لاستخدامك الشخصي عشان انت تقدر تستفيد بيها. طيب، افهم ازاي؟ يعني انا البيولوجي مليان كلام كبير ومجعلص وكلام صعب. البيولوجي عارفين وكلنا عارفين ان هي ماده بتحب الكلام الكتير قوي، لان انت بتتكلم على interactive organisms، انت بتتكلم على كائن حي. كائن حي بيتعامل في البيئة اللي هو موجود فيها، بيتعامل مع نباتات، بيتعامل مع أشياء، بيتعامل مع كائنات زيه. فأنت بتتكلم على الداينامكس للكائن الحي اللي موجود قدامك دوت، وانت محتاج تفهم الداينامكس دي ماشيه ازاي. اوكي، عشان كده البيولوجي فيه كلام كتير. كلامه الكتير دوت في منه كلام لاتن. تمام، والكلام اللاتن دوت برضو محتاج منك ومنك ان انت تبقى تتعامل معاه بصورة سلسة شوية. افهم اصل الكلمة جت منين، وبالتالي انت هتوصل للنتيجة اللي انت عايزها. ودي اول نقطة. النقطة التانية، وهي احنا هنقول عليها الاكتيف ريكول. ايه الاكتيف ريكول؟ انت ما ينفعش تجيب المعلومة اللي موجودة عندك وتمسك ورقة، خلاص،
وتجيب قلم وهتقعد تكتب وتقرا التكست الموجود عندك او النص اللي موجود عندك. بمجرد انا خلاص انا كتبت، انا قريت، انا بقيت كويس. لا، الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ اولا الكلام ده ما ينفعش لان انت حرفيا انت بتخدع نفسك. انت مش بتدي لنفسك اي نوع من انواع التعامل مع المعلومه. انا مجرد قريت المعلومه هجيبها، هدون، شكرا خلاص انا ذاكرت، ويا ماما انا ذاكرت، يا بابا انا ذاكرت، وانت قدام نفسك تمام انا ذاكرت، انا مبسوط. لا، هل انت عملت تيست لنفسك؟ هل انت اخدت كده معلومتك اللي انت ذاكرتها دي وجربت تحل عليها؟ ها، هل انت فكرت كده تروح كده مثلا تدخل اونلاين مثلا، ودلوقتي كلنا بنعرف نستخدم الانترنت، اوكي، وتدخل تدور مثلا على المعلومه دي وتفهم اكتر؟ جربت مثلا انك انت تاخد مثلا كويز اونلاين مثلا من اي موقع مثلا على مستوى العالم يخص المعلومه اللي انت بتدور عنها دي؟ اذا انت هتعرف ازاي انك انت فهمت المعلومه ولا لا غير لما تيجي تطبق على المعلومه. ناس كتير جدا بتبقى شايفه ان البيولوجي انا هاخد المعلومه خلاص انا كتبتها انا حفظتها خلاص بقى يا عم انا حفظتها. ايوه، فين تطبيقك؟ فين حلك عليها؟ ما ينفعش تاخد المعلومه من غير ما تحل عليها ومن غير ما تطبق عليها عشان تقدر ان انت توصل لفهم تام للمعلومه. لان احنا كتير جدا 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 بنلاقي كميه كبيره جدا من الاسئله خلاص بتحتمل اجابه واثنين وثلاثه. ويمكن لينا دليل في امتحان ثانويه عامه، تمام، السنه الدراسيه اللي فاتت. الامتحان كان موجود فيه مجموعه من الاسئله تريكي جدا، ايفن حتى كمان اكبر الاساتذه كان في اختلاف في وجهات النظر فيه. وده معناه يا صديقي العزيز ان انت لازم تبقى فاهم معلومتك كويس قوي ومطبق عليها كويس قوي. لانه انت ممكن يكون عندك وجهة نظر، من وجهة النظر دي قد تحتمل الصواب والخطأ. هتعرف ده منين؟ من خلال لما انت تيجي تطبق وتحل على معلومة. طيب، النقطة الثالثة اللي هنتكلم عليها النهارده، والنقطة الثالثة اللي هنتكلم عليها النهارده هي الفيجوال ليرنينج او ان انت تستخدم الصور. البيولوجي مادة فيها كمية كبيرة جدا 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 من الرسومات، سواء بقى رسومات سيلز خلايا، هترسم مثلا عايز مثلا قدامك رسمه مثلا لجهاز هيكلي، اماكن فقرات، غضاريف، شكل ميكانيزم مثلا لاميون ريسبونس موجوده عندك. بتبص مثلا على دايجرام للفوتوسينثيسيس، بيحصل ده ازاي، بيحصل ايه اللي بيشتغل، مين بيروح فين. كل دي رسومات موجوده عندك. طيب، اتعامل ازاي مع الكلام ده؟ انا كطالب ثانويه عامه هبص للكلام دوت بس شكرا انا لبست في الحيط، انا مش هعرف اتعامل مع الكلام ده خالص. لا طبعا، ده هو ده الميزه اللي في البرامج. لان انت حبيبي لازم تبقى فاهم بقى، في ناس كتير جدا جدا محتاجه ان هي تشوف صور عشان تقدر ان هي تفهم المعلومه. دايما كده هتلاقي نفسك كده في وقت ما من الاوقات ماسك القلم وتحب تشخبط. الشخابيط دي مهمه جدا. طب ليه الشخابيط دي مهمه جدا؟ اولا لان انت ليك طريقه في فهم المعلومه بتختلف عن زميلك. في واحد زميلك ممكن يكتفي ان هو يسمع، اوكي. في واحد زميلك محتاج ان هو يتفرج على فيديو انتراكتيف موجود اونلاين. زمان ما كانتش متاحه الحاجات دي ولكن دلوقتي هي متاحه، فبالتالي هو عنده قدره انه هو محتاج ان هو يفيجواليز ويشوف فيديو اكتر. في حد تاني محتاج يعمل حاجة جميلة خالص اسمها مايند ماب أو خريطة ذهنية. الخريطة الذهنية أنت بتستخدمها عشان تقدر إن أنت تربط المعلومة ببعض بس بطريقتك أنت. الطريقة اللي تنفع معاك أنت بخريطتك الذهنية أنت ما تنفعش مع غيرك. وفي طريقة تانية كمان،
في خريطتك الذهنيه انت بترسم. طب ما تجرب ترسم الدايجرام كده، مش لازم ترسمه زي مثلا الكمبيوتر، زي الكتاب اللي انت اشتريته مثلا، سواء كتاب خارجي او كتاب المدرسه وانت محتاج ترسم كمبيوتر. لا، مش مطلوب منك ان انت تبقى بيكاسو، ومش مطلوب منك ان انت تبقى رسام ماهر، لا خالص. ارسم لمجرد بس انك انت تبقى عارف مكان الحاجه فين، وعارف الحاجه دي بتعمل ايه، واكتب النوتات بتاعتك جنب الرسمه، وقارن رسمتك بعد كده مثلا بكتاب، ها نسيت ايه افتكرت ايه. الصور بتنفعنا كتير جدا جدا. احنا دلوقتي كلنا بنحب ناخد صور، كلنا معانا موبايلات سمارت، وكلنا بنحب نتصور في اي وقت اي حاجه. طب ما تستخدم ان ده طريقه ان انت تعرف تستغل الصوره دي في ان انت تثبت المعلومه في دماغك. اوكي، ان انت مثلا ادخل مثلا، وليكن مثلا ستودنتس مثلا بتوع ثانويه عامه، تمام، عندهم جزء مثلا البروتين سينثيسيس او تخليق البروتين، عمليه. لو هنتكلم كده في الكلام هيقول لك انت بتلاقي عندك ار ان اي يقابل مش عارف ار ان اي تاني، ويقابل ار ان اي تالت، وده يتحرك وتبتدي تلاقي ايه يا عم كل اللخبطه دي؟ ايه ده؟ انا تهت، انا سرحت. لا، بس انت لو جيت اتفرجت على فيديو مثلا بيوري لك ازاي مثلا البروتين سينثيسيس ده بيحصل، وازاي مثلا كل الديفرنت تايبس بتاعت الار ان اي بتتحرك مع بعض وبتشتغل مع بعض في هارموني كبير قوي، الله، ده الموضوع حلو اهو. خلاص، انت عملت فيجواليزيشن، تمام، مخك تمام ابتدى ان هو يشوف ويفهم المعلومه دي ماشيه ازاي وبتتحرك ازاي، وبالتالي انت بقى عندك القدره ان انت خلاص انا فاهم المعلومه. اوكي، وده يجيبنا ليه النقطه رقم 4 الموجوده عندنا. نقطه رقم 4، تمام، وهي التمرين. دايما عندنا مقولة بنقول فيها انه practice makes perfect، التمرين يوصل للكمال، تمام، او يوصلك لاعلى الدرجات. طبعا البيولوجي زيه زي اي مادة. لو انت حضرتك هتتعامل في الرياضة، دايما هتلاقي مدرس الرياضة مدرس الماث بتاعك بيقول لك حبيبي انت لازم تحل مسائل كتير، ولازم تتمرن على افكار كتير. امم طب لو انت ما عملتش كده، ايه اللي ممكن يحصل؟ هتلاقي نفسك في المقابل ان انت مش عارف تحل، ومش عارف تتعامل مع اي مثلا مساله موجوده قدامك، وممكن المساله دي تقول يا خبر ابيض، ده انا علمي رياضه وما بحلش كتير ومش عارف اتعامل وبخ. تمام، حل فيزيكس، حل كيمياء، حل اي ماده، بيولوجي زيها زي اي ماده، مطلوب منك ان انت تتعامل مع الماده دي زي اي ماده تانية، تتمرن كتير جدا جدا جدا، وتحل كتير جدا جدا جدا. طب يا مستر نحل منين؟ حبيبي، آه آه يعني الانترنت ما خلاش حاجه مش موجوده. الانترنت بقى بيتيح ليك ان انت توصل لاي داتا. كتب خارجيه موجوده كتير، كتب كتاب المدرسه موجود، تقدر تتعامل معاه وتحل. حل كتب خارجيه، مش هقول انواع باسمها يعني عشان ما يعتبرش اي نوع من انواع الدعايه، خلاص، ولكن انت تقدر تتعامل مع الموضوع دوت بايه؟ الحل موجود عندك مثلا مواقع في وزاره التربيه والتعليم مثلا زي بنك المعرفه، تمام، تقدر ان انت تدخل تحل اسئله كتير جدا 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 وتتعامل مع اسئله كتير جدا جدا. ده طبعا هيفيدك قوي، وكل ما تحل اكتر وكل ما تشوف افكار جديده، كل ما هتلاقي نفسك ان انت بتوصل للمعلومه بسهوله قوي، وتقدر ان انت تتعامل مع المعلومه دي بصوره افضل. وكل مره انت بتستخدم المعلومه فيها، كل ما المعلومه دي بتثبت، كل ما المعلومه دي بتبقى احسن، وبالتالي هنا انت هتبقى شطور في البايثون وتقدر ان انت تجيب الدرجه اللي انت عايزها فيها. طيب، الحاجه النقطه رقم 5 اللي احنا محتاجين نتكلم فيه، ناس كتيره تدخل مرحلة تالتة ثانوي سباق طويل جدا. ناس كتيرة بتحب تبتدي الدروس من بدري، شهر 8، وتفضل قاعدة بتذاكر لحد ميعاد الامتحان
السنة اللي جاية. تقريبا 10 شهور أو سنة كاملة بنحل وبنذاكر وبنحفظ وبنحل ونذاكر ونحفظ ونذاكر ونحل جميل. لازم تستريح، لازم تدي لنفسك راحة. طبعا حضرتك هتقول دلوقتي ادي نفسي راحة فين يا مستر؟ ده انا لو اتشفت وانا قاعد 10 دقايق ربع ساعة على الموبايل بلاقي ماما تمسكني تقول لي انت مستهتر وما بتحلش، وبابا بيقول لي انت مش مقدر ما هو مش كل راحة موبايل. لازم تفهم النقطة دي. راحة المقصود بيها ان انت بتدي راحة لذهنك وراحة لجسمك. يبقى انت لازم في فترة الراحة دي تبعد عن اي مصدر الكتروني تام، تمام، وتبقى بعيد عنه. امسك مثلا اي حاجة كده لطيفة خالص، اي مثلا هواية بتحب تعملها مارسها لمدة الساعة. بلاش ما عندكش هواية انزل اتمشى. خلاص. زهقان ومش عايز تتمشى ومش عايز تعمل اي حاجة، ادخل نام ساعة. بس انت لازم تدي نفسك راحة. ما ينفعش وما تتوقعش ان انت تقعد مثلا تذاكر من الساعة 6 بعد الظهر، عايز تقعد تذاكر لحد الساعة 12 بالليل دايركت. لا طبعا مش هتقدر. اذا كان حضرتك مش هتقدر ان انت تستحمل تقعد ساعتين 3 في نفس المكان، لازم تبقى تتحرك. ده طبيعي جدا. ما ينفعش ان انت تفضل بتجهد نفسك وبتجهد جسمك وما بتاخدش قدر الراحة الكافي اللي انت محتاجه. ودراسات كتيرة اثبتت انه لو انت طول الوقت قاعد في ستريس نفسي وعصبي كبير جدا 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 بدون اي فترة من فترات الراحة، صدقني حبيبي انت مش هتوصل لأي نتيجة ترضيك. هتحس ان انت حرقت نفسك وحرقت مجهودك وحرقت دماغك بأسرع طريقة ممكنة ومن غير ما توصل لأي نتيجة على الإطلاق. انت السنة دي عندك فرصة. السنة دي في ثانوية عامة انت بقى عندك 5 مواد بدل 7 مواد. تمام. كلامي لشباب علمي علوم. تمام. انت حضرتك موجود عندك عربي، عندك انجلش، عندك احياء او بايو، عندك كيمياء، عندك فيزياء. 5 مواد بس. لو انت هتقعد تدي كل مادة يوم فانت عندك يومين فاضيين. يعني لو انت عندك لكل مادة يوم مذاكرة وحل، مذاكرة وحل، مذاكرة وحل، فانت عندك يوم الخميس فاضي والجمعة فاضي. ده على افتراض انك هتبتدي من السبت. تمام؟ طيب الخميس ده تعمل فيه ايه؟ هريح بقى واخد بقى اجازتي؟ لا، تقعد تراجع على ال5 مواد اللي انت كنت بتذاكرهم وتدخل تنام بدري. ويوم الجمعة راحة ما تذاكرش فيه خالص. ويوم اجازتك من فضلك بلاش تحط اي دروس فيه. طب اصل مواعيدي ولازم اروح وعندي درس في المكان الفلاني. نظم مواعيد. لازم تنظم مواعيد. تنظيمك للمواعيد هيضمن ان انت ما تكونش في ستريس خالص، وهيضمن ان انت تكون في اقصى درجات الاستعداد لحد ما توصل للاخر وانت محافظ على سلامة صحتك العقلية والذهنية والنفسية من غير اي تعب. مش ساعات نفسك بتلاقي ان في طلبة كتير بتبقى داخلة الامتحان وهي داخلة الامتحان الطلبة دي مستريحة نفسيا؟ اشمعنى الطلبة دي مستريحة نفسيا وانت لا؟ لان هم ادوا لنفسهم فترات راحة. لازم تدي لنفسك فترات راحة. طب يعني اخرج مع صحابي؟ اه، اخرج مع صحابك، مارس حياتك بصورة طبيعية.
بس وقت الشغل للشغل، وقت الجد للجد. وده يجيبنا للنقطة رقم 6، teach someone else أو علم حد تاني. ايه ده؟ ايه الكلام الغريب ده؟ عارف معلومتك اللي انت تعبت فيها وذاكرتها وفهمتها وحفظتها وحليت عليها وعملت المايند ماب بتاعتك، الخريطة الذهنية بتاعتك، ورسمت الرسومات بتاعتك، بالك انت لو جيت واحد من صحابك واقف في نفس المعلومة اللي انت مذاكرها كويس وفاهمها كويس وشرحتها له، ايه رأيك ان انت بتفهمها اكتر واحسن من الاول وهتشرحها لصاحبك احسن من اي حد تاني؟ طب ليه؟ ازاي دوت؟ اولا انت بتفكر بطريقة مختلفة، لكل شخص طريقة تفكير. انا ليا طريقة تفكير غير ان السادة الزملاء ليهم طريقة تفكير، وكل واحد بيعرض المعلومة بطريقته. وانت كمان ليك طريقتك في ان انت تقول المعلومة دي لصاحبك. ما تتكسفش. يعني صاحبي هيفهم مني يعني وانا هشتغل مدرس؟ ما بقولكش اشتغل مدرس، لكن بقول لك فيد نفسك بان انت توصل فهمك للمعلومه لغيرك. يا مستر ارساني، هو انا الاقي وقت اقعد اذاكر عشان اقول لواحد صاحبي؟ ده جزء من مذاكرتك يا ابني، ده جزء من مذاكرتك يا بنتي. امسكي صاحبتك قولي لها ايه اللي واقف معاكي. افرض مثلا حد من زمايلك مثلا ما عندوش فرصه مثلا ان هو يروح مثلا ياخد مثلا درس او حاجه، قدر ان انت بتقدم له مساعده بصوره شيك وبصوره جميله، وفي نفس الوقت انت بتفيد نفسك، في نفس الوقت انت بتفيدي نفسك لانك انت بتوصلي المعلومه لغيرك. انت بتوصل المعلومه لغيرك. صاحبك صاحبك هيفهم المعلومه منك وانت هتفهم المعلومه بصوره احسن. ده مش بعيد كمان ان انت لما تشرحها لاصحابك تشرحها بصوره احسن من المدرس بتاعك، ومش عيب، بالعكس. ده يدل ان انت بني ادم سوي، ويدل ان انت بني ادم فاهم. اوعى تبخل بالمعلومه على حد. طالما انت فاهمها وقادر تشرحها، ساعد زمايلك وساعد صحابك وفيدهم، وانت هتستفيد وهتلاقي نفسك استفدت. انا في خلال 13 سنه تدريس كل سنه بتعلم اكتر من السنه اللي قبلها. محدش كبير على التعليم حبايبي، محدش كبير عن التعليم خالص. سواء مدرس في مدرسه، سواء شخص في مهنه معينه، دكتور في الجامعه، محدش كبير على التعليم. كلنا محتاجين بعض. ساعد زميلك، اشرح له، ساعدي زميلتك، اشرحي لها، هتستفيدي وهتفيدي غيرك. وده يجيبنا لاخر نقطه، ويمكن واحده من اهم النقط: جدول مذاكره. انا مش عارف احط جدول مذاكره. اهم حاجه في جدول المذاكره هي الاستمراريه والمثابره والسعي. تاني: استمراريه ومثابره وسعي. وده اللي احنا بنقول عليه بالانجليزي consistency والتزام. اوعى تحط جدول وما تلتزمش بيه. حتى لو انت تعبان، حاول تلتزم بهذا الجدول بأكبر قدر ممكن. يوم السبت انت هتذاكر عربي، يبقى يوم السبت انت هتذاكر عربي. يوم الحد انت هتذاكر بيولوجي، يبقى يوم الحد انت هتذاكر بيولوجي. حاطط لنفسك جدول: انا هروح مثلا عندي درس من كذا لكذا وراجع تاني البيت، هكون موجود في البيت مثلا الساعة 5، ادخل نام من 5 ل6، قوم كوباية شايك جنب منك. حضرتك حاطط لنفسك جدول انك انت من الساعة كذا للساعة كذا هتعمل المعلومة دي او هتعمل حاجة دي. طب احط الجدول ازاي؟ في كمية
مواقع اونلاين كتيره جدا جدا بدون التسويق لاي موقع على حساب التاني، يقدر يساعدك انك انت تحط جدول. وليه تدور على موقع وانت تقدر تستخدم اي، تقدر تستخدم ذكاء صناعي؟ ليه ما تستخدموش؟ تقدر ان انت تدخل مثلا على اي برنامج من برامج الذكاء الصناعي، وكتيره جدا وموجوده جدا، تقدر تستخدمها. تدخل تقول له انا عايز احضر جدول مذاكره لمواد 1 2 3 4 5، قسمهم لي على 5 ايام في الاسبوع، وقول له انا عندي مواعيدي 1 2 3، نظم لي اليوم. هيعمل لك جدول. انت بقى عدل في الجدول دوت بعد ما الاي اي يساعدك فيه. اتعلم انك انت تستخدم التكنيك الجديده، انت مش صغير. اغلبيتكم كطلبه معاكم سمارت فون، واغلبيتكم كطلبه بيقدروا يتعاملوا على السمارت فون. استخدموا الاستخدام الامثل. ما هواش معمول لسناب شات، ما هواش معمول لانستجرام، ما هواش معمول لفيسبوك وبس. استخدمه، اتعلم بيه، حط لنفسك جدول مذاكره، ومن فضلك يا صديقي ومن فضلك يا صديقتي التزمي بهذا الجدول. تمام؟ وبكده يبقى احنا قدرنا نحط 7 نقط ازاي نذاكر بيهم بيولوجي. ما تنساش البيولوجي ماده فيها اسامي كتير، فيها كلام كتير، محتاج منك انك انت تعمل لنفسك جدول مذاكره واضح ليها من بدري. محتاج ان انت تكتب خريطه ذهنيه بالنسبه لك، وتكتب كمان نوتات باهم المعلومات واهم الاسامي، تفهم اصل الحاجه جا منين. البيولوجي مش بيتحفظ، البيولوجي بتتفهم. اشوفكم في حلقات تانية جايه جديده من بيولوجي وذ ارساني. هنرجع نسجل حلقاتنا شباب ثالثه ثانوي، وكمان هيبقى عندنا لشباب الامريكان دبلومه فيديوهات مخصوصه ليكم. ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، وشير مع كل صحابك، واشوفكم في حلقات تانية كتير.